يقول ابن مسعود: والله لو أن أحدا عير رجلا رضع من كلبه رضع هو من كلبه. لا إله إلا الله. حتى يفر الناس من الشماتة. بل ورد عن عمر أنه كان يقول: والله لو عيرت امرأة حبلى بحملها لخشيت أن أحمل. مع الرجال لا يحمل، لكن حتى يفر الناس من الشماتة بأحد. فأنت استسقي الدروس، هذا حق لك، ولا والله يقول ولا تستبين سبيل المجرمين، لكن لا تصل إلى حد أنك تشمت. هذا من البلاء العظيم الذي ابتلي به بعض الناس. هذا لا يجوز يا أخي. يعني لماذا يسخر بعضنا من بعض؟ الله سبحانه وتعالى يقول: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذا لا يجوز يا أخي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة واحدة قد يحتقر أحيانا قريبه أو زميله أو جاره أو يعني أعظم منه أشنع، يحتقر شعبا بأكمله، الشعب الفلاني أو البلد الفلاني بأكمله، يتمسخر يعني منه ويهزأ به. قد يكون والعياذ بالله هذا يعني محبطا لعملك وسبيلا لك إلى النار، فلنتق الله. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. هذه صفة من؟ صفة المنافقين. قال: لا تغتابوا المسلمين ولا تؤذوهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، الصديقة بنت الصديق، العالمة العابدة الزاهدة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله حسبك من صفية، أم المؤمنين صفية بنت حيي، حسبك أنها كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. وهذا حق، ما كذبت عليها، لكن هذه غيبة، أليس كذلك؟ وتنقيص. وقالتها بحكم الغيرة يعني والتحاسد اللي يكون بين النساء عادة، بين الزوجات والضرات. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا عائشة ويم الذي نفس محمد بيده، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني لو خلطت هذه الكلمة بماء البحر المتلاطم لأنتن من شناعتها. كيف يا أخي من يملؤون مجالسهم بالسخرية، ليس من فرد أو فردين أو عشرات من ملايين، يعني شعب بأكمله. وهذا ترى من الأشياء التي ابتلينا بها وأعداؤنا ينفخون فيها. صحيح. تجد أن الشعب الفلاني يسخر من الشعب الآخر، والشعب هذا يسخر من الثالث والرابع، وكل واحد يبحث عن نقائص الآخرين وهي فيهم. يعني صحيح. مثل ما قال الشافعي رحمه الله: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين ولسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس يلسن. نعم. بارك الله. الاستهزاء لا يجوز والسخرية لا تجوز. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. أحيانا بعض الناس يسخر من الآخرين ويشوف أن الآخر راضي، وقد يكون غير راضي من الداخل، لكن بعض الناس تكتم تسكت. فلا يسخر الإنسان، ما في داعي. السخرية هذه ما لها أي معنى حقيقة. حتى لو ظننت أنه يرضى بذلك، قد يكون لا يرضى، لكن لا يظهر لك السخط، إما لأنه يحبك فيتحمل منك هذا الأمر، أو أنه لا يحسن الرد، أو أنه يخاف أن تزيد الكيلة عليه، وإما الله أعلم ما هو المانع. لكن لذلك لا يجوز السخرية من الناس أبدا. الله تبارك وتعالى حسمها فقال: لا يسخر قوم من قوم. هذا لا يجوز أبدا. من المؤسف حقا أن من الأمور التي عمت بها البلوى وفشت بين الناس اليوم، حتى أصبحت للأسف يعني أمرا معتادا عند كثير من الناس، وهو جانب السخرية والاستهزاء بالخلق. اليوم يسخر من الإنسان من أجل لونه، ومن أجل جنسيته، ومن أجل خلقته، ومن أجل كذلك أيضا فقره، وغير ذلك من صور الاستهزاء الكثيرة. وبلا شك أن